برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. السلام عليكم مستمعي راديو برونتو اف ام، معكم اسماء دويدار. وعلى مدار الحلقات هنجاوب باذن الله على عنوان البرنامج ابدا ازاي. السؤال مفتوح جدا وشامل لكل حاجه عاوز ابدا فيها في حياتي سواء دين او دنيا، وده هيخلينا ناكد على معلومه مهمه جدا، ان قواعد البدء في اي شيء والنجاح واحده. والحقيقه ان سؤال البرنامج تكملته ابدا ازاي في طريقي الى الله عز وجل. ده معناه ان كلامنا باذن الله هيكون في اتجاه ديني، لكن زي ما اتفقنا ان القواعد واحده. ده الشكل الطبيعي للمسلم الطبيعي، والتوازن في الدين والدنيا. وزي ما بيقول دكتور حازم شوان، ربنا يبارك في دعوته يا رب، ان الناجح دنيا ناجح دين. يعني الانسان اللي عايش النجاح في الدنيا لو عرض عليه الدين وقبله ودخل في طريق الله عز وجل هيكون ناجح جدا فيه. في قاعده مهمه جدا بتاكد على قوه ضربه البدء. يعني في بدايه الطريق الى الله عز وجل لازم تكون بدايه قويه وعزيمه صادقه، وده معناه منطقي جدا في حياتنا. يعني بداية أي عمل بتحدد الشكل النهائي للعمل دوت. كل ما كانت البداية قوية كان أشد تأثير وأطول أمدا. يعني مثلا من الطبيعة النهر بدايته شلال هادر قوي، بعد كده بيهدأ لكن مش بينقطع. ليه؟ لأن البداية قوية فبيمتد الآلاف الكيلومترات. لكن الحقيقة إن القوة وحدها لا تكفي، يعني على أهمية القوة، إلا إن لو إن في أي عمل أنا هبدأ فيه وعندي حماس وشغف عالي جدا بيه، لكن مش عارفة أي تفاصيل ولا خطوات توصلني للنجاح فيه، النتيجة إني هتخبط كتير وهيبقى فيه أخطاء كتير. في حين لو إن أنا عندي منهج تفاصيل أنا ماشي عليها هنجح وهوصل أسهل وأسرع. وده هيوصلنا لقاعدة مهمة جدا بتقول إن اللي بدايته منهجية نهايته مشرقة. يعني لو طبقنا ده على مثال النهر الشلال، لو إن مفيش ليه خط سير واضح بيمشي عليه، المية هتتشتت في كل اتجاه، وهتكون الحصيلة إما حاجة من اتنين: إما مجرى مائي متفرق، مجاري مائية صغيرة متفرقة وضعيفة جدا، أو إن الأرض نفسها هتبلع المية دي فالمية تختفي. فالقاعدة بتقول إن اللي بدايته منهجية نهايته مشرقة. إذن القوة لابد معها من المنهجية. في طريقي إلى الله عز وجل أنا محتاج أعرف الخطوة اللي أنا فيها إيه، والمراحل اللي جوه الخطوة دي إيه، وإيه المطلوب مني في كل مرحلة. ولأن كلامنا على البدايات فده هيودينا للإمام ابن القيم، وده من كبار أئمة عالم السير والسلوك إلى الله عز وجل، صاحب كتاب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، واللي أخذ فكرته من كتاب شيخه الإمام الهروي. فكرة الكتابين بتقول إن قلب العبد في سيره إلى ربه بيمر بمنازل ومقامات عبودية لله عز وجل، وأولها هو مقام اليقظة. فالإمام ابن القيم بيقول في منزلة اليقظة هي أول منازل العبودية، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يعني الإنسان كل ما بيكون في نوم عميق اللي هيحب يصحيه هيحتاج صوت قوي وعالي يناديه بيه، فكل ما كانت الغفلة عالية القلب بيحتاج الانتباه أعلى، فبيكون الانزعاج أقوى والتوبة هتكون أتم وأصدق. وده اللي قلناه في قاعدة إيه؟ قوة ضربة البدء. طيب كده عرفنا المنزلة. طيب إزاي أحصلها وأقوم بيها؟ ده هيدخلنا في القاعدة التانية اللي هي المنهجية. من كانت بداياته منهجية كانت نهايته مشرقة. منزلة اليقظة للإمام ابن القيم بيقول إنها على 3 مراتب: لحظ القلب إلى النعمة، لحظ القلب إلى الجناية، ولحظ القلب إلى مرور العمر دون استثمار. عرفنا اليقظة، عرفنا الثلاثية، عرفنا ضربة البدء، وعرفنا المنهجية. في الحلقات الجاية بإذن الله هنشرح ثلاثية اليقظة بالتفصيل أكتر، وإزاي أطبقها في يومي وحياتي عشان أساعد قلبي إنه لربي يوصل. كانت معكم أسماء دويدار، دمتم في رحمة الله.